اخوتي واخواتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم رمضان كريم. كما راكم تشوفوا فيا اليوم راني مع الدرسه. اذا كي نقولوا الدرسه نقولوا العكري حار. اللي يحب الحار راح تعجبوا الوصفه تاع اليوم راح ندير لكم باذنجان. كشو راح ندير مدربل باذنجان لكن بطريقه مختلفه. واش عندي في المقادير هنا؟ انا عندي هنا الدرسه، درت هنايا الثوم، الملح، العكري حلو والعكري حار شوي شوي، ودرت الكمون. اللي تحب دير الكرويه دير الكرويه، لانه الاصل الوصفه فيها الكرويه، انا مش حابه ندير الكرويه درت الكمون. هذه هي بالنسبه للدرسه. واش عندي هنايا؟ عندي طماطم تكون مصبره، عندي شويه ماغارين، شويه فلفل كحل، الفارينه باش تجيني المرقه عاقده، عندي المورصو تاع الدجاج، وعندي هنا الحمص والزيت. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. نجوزو كان المرحله المواليه. واش عندي هنا؟ عندي الباذنجان كما شفتوا راني حاطه عليه الطبسي في حاجه ثقيله باش ما يطلعش. نعاودلكم، حطيت هنايا الملح وشويه خل وخليته. دوكا نصفيه ونشلو لانه لازم نستعملوه هو مشمخ. صفيت الباذنجان وشللته. هنا عندي فارينه تبلتها ملح، شويه عكري حار وشويه عكري حلو. عندي هنايا البيض حطيته غير الملح وحطيت له شويه حليب ولا شويه ماء باش يتفتح ما يبقاش خيوط. وهنا عندي لا شابيون. هنا دائما انا لا شابيون نستعمل البابه فقط تاع الخبز كما راكم تشوفوا فيها. انا ما نحمصوش، علاش؟ لانه راح يتحمص في المقله ولا في الكوشه ولا علاش بنعطيله وقته يتحمص مليح ويجيني مقرمش. هاوليكم انا دائما ندير غير البابه داخل تاع الخبز. اذا نبدا نوريكم شحال حبات ولا قطعته هكا مكعبات الفارينه من كل الجوانب. ومن بعد هنا في البيض، ومن بعد مباشرة لا شابيون. هاوليكم الباذنجان بعد ما قليته. هنا نقدر نقدمو حتى مقبله بلا ما ندير هذاك المرق اللي وجدت به باش نقدم. وشوفوا لكم كيفاش يجوا مقرمشين، لازم نطيبهم اخر لحظه. والشكل تاعهم رائع يجوا شوف فرماج. شوف هي سخونه. اذا انا نقدم الطبق تاعي باش تشوفوه. هاوليكم الطبق في شكله النهائي. انا قدمته بطريقتي، نتمنى يكون عجبكم. وهذاك الباذنجان ما يشربش كامل الزيت اذا درتوه بهذه الطريقه. اذا ما تبخلوش عليا بالجامد اذا عجبتكم الوصفه، على بالي بلي ماكوش بخلاء، وتشتركوا اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه. مع السلامه.